مساء الفل على الناس الجميلة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللي أنا بحبها قوي، والوصفة دي سهلة جدا جدا وإن شاء الله تعجبكم، وهي وصفة كفتة داوود باشا. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد وعشان القناة بتاعتي تشتغل. هنا أنا جبت نص كيلو لحمة مفرومة سواء كانت بدهن أو صافي، تمام. والبهارات بتاعتي جبت بصلة وملح وفلفل وقرفة وبهارات لحمة. تمام. البصلايه دي لازم تبقى مفرومه في الكبه. هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي على اللحمه المفرومه، تمام، وابتدي اتبلها كلها من كل ناحيه. اهم حاجه القرفه بتخلي طعم الكفتة في منتهى الجمال. هنا خلاص بعد ما تبلتها ابتدي احطها في التلاجة لمدة ساعتين عشان وانتي بتحمريها تبقى الكفتة نفسها ماسكة نفسها ما تهريش منك. خلاص، ورحت جايبه في الكبه 3 حبات طماطم وملح وفلفل وقرفه و3 فصوص ثوم وبهارات لحمه، هي نفس المكونات، بس الفرق ان انا حطيت هنا ثوم عشان اعمل الصلصه بتاعتي. تمام. ضربت هنا الطماطم مع البهارات بتاعتي، رحت جايبه على النار، حطيت شويه زيت سخنين، ورحت نازله بالطماطم علشان اسبكها. تمام. هنا خلاص رحت حاطه بعد كده كوبايتين ميه بعد ما شوحت الطماطم. ابتدي بقى اسيبها تتسبك مع بعضها، وبعد كده رحت حاطه معلقتين صلصه. خلاص، هنا بقى طلعت باللحمه المفرومه من التلاجة. هبتدي احطها في البولات اللي هي المعالق الجديده دي، اللي بتعمل المعيار بتاع التوابل اهي. هبتدي اكورها واحده واحده عشان انزل بعد كده بيها في الزيت. لازم يكون سخن علشان اللحمه تستوي معاكي بسرعه. تمام. وجيت هنا للصلصه ورحت حاطه معلقه سكر. بعد ما الصلصه كل حاجه واستوت وكل حاجه رحت حاطه معلقه سكر. معلقه السكر بتفرق جامد. هنا اهو حمرت الكفته وقلبتها الناحيه التانية، وبعد كده الكفته بتاعتي خلصت. هبتدي بعد كده اروح منزلها في الصلصه. وصفه سهله وجميله واكله حلوه. اهم حاجه فيها القرفه والسكر، بيفرقوا في طعم الاكل، بيخلوه طعمه حلو جدا. والاهم كمان ان انت لازم تحطي اللحمه في التلاجة لمده ساعه او ساعتين عشان لما تيجي تحمريها تبقى ماسكه معاكي، ما تهريش وتفك منك. عملت جنبها رز، هي مش محتاجه اكتر من رز. وبألف هنا. بس ما تنسوش بقى تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك والوصفة دي بإذن الله لو عملتوها بنفس الطريقة اللي أنا عاملاها هتعجبكم جدا.